لو حد قال لك اكونت مانجر يعني بتكلم العميل، ده تعريف صح ولا ناقص؟ في الدرس ده هنحط تعريف واضح جدا للاكونت مانجمنت، وهتطلع منه عارف 3 حاجات. يعني ايه اداره حسابات بشكل صحيح، الفرق بينها وبين السيلز، وكمان هتبدا تحدد اذا كان الدور ده مناسب ليك فعلا ولا لا. تعال نبدأ بتعريف بسيط وواضح للأكاونت مانجمنت. هي الوظيفة المسؤولة عن العلاقة مع العميل. يعني إيه؟ يعني مسؤول إنك تحافظ على الأكاونت وتكبره، مسؤول كمان تربط بين اللي العميل عايزه والفريق الداخلي اللي يقدر ينفذ الشغل ده. شغلك كأكاونت مانجمنت إنك تضمن إن العميل مكمل مع الشركة، مرتاح، مطمن، حتى لو مش مبسوط 100%، ومع الوقت بيصرف معاك أكتر مش أقل. انت كده تبقى الجسر بين العميل عايزه بيتوقعه وبين اللي شركتك تقدر تعمله فعلا على ارض الواقع. ليك معايا لان المقارنه الجايه مع السيلز هتوضح لك بالظبط انت بتمتلك ايه في العلاقه وايه اللي مش دورك اصلا. في شركات كتير في مصر الاتنين بيتخلطوا في بعض. احيانا الشركه تتوقع ان نفس الشخص يعمل الدورين، لكن في الطبيعي كل واحد ليه وظيفه اساسيه مختلفه. سيلز هو الشخص اللي مسؤوليته يجيب العميل من بره ويكسب الصفقه. شغلهم الاساسي يدوروا على عميل جديد، يقدموا العرض، يفاوضوا ويقفلوا العقد. لكن كاونت مانجمنت ده الشخص اللي بيستلم العميل بعد ما يمضي. دوره يحافظ على العلاقة، يشتغل انه يكبر الحساب على المدى الطويل. ممكن تتخيل كده السيلز هي مرحلة تعارف والخطوبة، والاكونت مانجمنت هي الجواز والعشرة. المبيعات مسؤول عن اول فاتورة مع العميل، وانت كاكونت مانجر مسؤول انها ما تبقاش اخر فاتورة. هنا سؤال مهم جدا، هل الاكونت مانجر بيبيع؟ ايوه، بس بيبيع بشكل مختلف، زي التجديدات، الاب سيل، بروس سيل. باختصار المبيعات تدخل العميل من الباب، وانت اللي بتخليه يقعد ويرتاح ويكمل. تعال نلخص بسرعه. الاكونت مانجمنت يعني اداره العلاقه، حمايه الايراد والتنسيق بين العميل والفريق. مش هو السيلز، مش هو البروجكت مانجمنت. انت في النص بين توقعات العميل، تنفيذ الفريق، ونتيجه اسمها نجاح العميل وفلوس الشركه. اشوفك الدرس الجاي.